أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان في واحد أجنبي كافر بربنا وبالإسلام وبالرسول، معروف بشدة كفره. كان بيقول إن القرآن كذب من غير ما يقرأه، لكنه في يوم صحي وقال أنا لازم أتعلم اللغة العربية، وفضل يتعلم شهور وشهور لغاية لما أتقن اللغة العربية قراءة وكتابة. وبعدها حضر مؤتمر علمي كان فيه واحد من المسلمين. الراجل المسلم لما سمع عن الراجل الأجنبي فقرر يروح يسلم عليه، ومن غير ما يتكلم معاه خالص اداله المصحف ومشي. الراجل الأجنبي لما شاف المصحف عرف إن ده القرآن بتاع المسلمين، فقرر يفتح الكتاب يشوف إيه اللي جواه. وبمجرد ما فتح المصحف شاف أول آية من سورة البقرة كانت بتقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. الراجل الأجنبي أول ما قرأ الآية دي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل اللي في المؤتمر استغربوا منه: أنت إزاي أسلمت وأنت أكتر واحد بتعادي الإسلام وأهله؟ مش أنت اللي كنت بتقول إن الإسلام ده دين كذاب؟ إزاي تسلم وأنت حتى ما كملتش قراءة الكتاب بتاع المسلمين؟ الراجل رد عليهم وقال لهم: أنتوا عارفين أنا أسلمت ليه؟ لأن في كل الكتب اللي قرأتها أول صفحة من كل كتاب بلاقي المؤلف كاتب: اعذروني لو قصرت أو غلطت في حاجة. لكن دي أول مرة أقرأ كتاب المؤلف بتاعه كاتب في أول صفحة ليه: ذلك الكتاب لا ريب فيه. الكتاب مفهوش غلطة واحدة. لما يكون مؤلف كتاب متأكد إن كلامه مفهوش غلطة واحدة يبقى ده مش بشر زينا. الراجل أسلم وسط كل الحضور وبرغم كرهه الكبير للإسلام، لكن بمجرد ما قرأ نص سطر في القرآن آمن وعرف إن القرآن منزل من عند ربنا وإن ده مش كلام بشر. فما بالك بقى بباقي القرآن والإعجاز اللي فيه؟ ربنا قال عن القرآن إنه كتاب يصلح لكل زمان ومكان، كتاب فيه كل خير الدنيا والآخرة، كتاب لو اتمسكنا بيه وبأحكامه نجينا.